مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. فيديو النهارده توتوريال ناس كتير بعتت لي عشان تعرف الصورة دي بتتعمل ازاي، والفيديو النهارده بيتكلم بس عشان الطريقة ديت. قبل اي حاجة انا سايب لكم في الديسكريبشن لينك الويب سايت تقدر تنزل منه مجموعة براشز في كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها. فخلينا الاول نخش ننقي براش ممكن تبقى كويسة معانا. تفتح الويب سايت ودوت اول حاجه هتكتب في السيرش مثلا بينت براشز، عشان البراشز بتاعه الرسم هي اللي تطلع لك، بما ان ديت هي البراشز اللي احنا هنستخدمها النهارده. عندك مجموعه براشز كتير، بس بي كرييتيف وابدع زي ما انت عايز. انا هختار البراشز ديت وعلى طول بتروح تعمل لها فري داونلود، بتنزل اوتوماتيك. يلا بينا نروح على طول على الفوتوشوب ونشوف هنبتدي البروسيس بتاعتنا ازاي. اول حاجه دي الصوره، او اول صوره انا عايز احطها عندي. هفتح الصوره بتاعتي بحيث ان انا المقاسات بتاعتها هي اللي تكون معايا لما اجي اعمل نيو. بروح على فايل، بعد كده نيو، بيطلع لي اكتر من شيت. انا اخترت شيت بالمقاسات ديت. انت ممكن تغير المقاسات زي ما انت حابب او الريزوليوشن زي ما انت حابب. هندوس كرييت وهاجي كنترول A كنترول C واجي اخدها كوبي بيست هنا. بروح احول بس اللاير الجديدة بتاعتي لسمارت اوبجكت، بحيث ان احنا هنعمل ترانسفورم او هنصغر المقاس بتاعها كتير. بعد كده هندوس كنترول T. دي الصورة بتاعتي دلوقتي، انا هجيبها هنا في الحتة ديت. هروح على البراشز، لو البراشز هنا مش ظاهرة عندك بتروح على ويندو براشز عشان تكون ظاهرة معاك. بنروح على اللي احنا اخترناها او اللي احنا نزلناها. لو انت مش عارف بتنزلها منين، بتدوس على الثلاث او 4 شرط دولت، وبعد كده تدوس امبورت براشز، بيفتح لك الفايل بتاعك. انت بتشوف انت عملت لها داونلود فين او عملت لها سيف فين، وبتدوس عليها دبل كليك وبعدين اوبن. نروح نختار الفرشة بتاعتنا ولو يكن مثلا دي. اوكي، باجي اعمل لاير جديدة احطها في النص ما بين الاتنين، واعمل لللاير بتاعتي اللي فيها الصورة حاجة اسمها كليبنج. بدوس Alt، بقف في النص ما بين الصورتين عشان يديني كليبنج. اوكي، دلوقتي انا محتاج اصغر شوية مقاس البراش بتاعتي، بحيث لو هعمل اكتر من صورة مش صورة واحدة. وكل اللي انا بعمله باجي اروح دايس دوسة كده بس. هي دي كل التركية. ممكن اجي اعمل كنترول تي وابدأ احرك. انا عايزها هنا، عايزها اكبر مثلا كده. اوكي، بعد كده ممكن اروح اعمل واحدة تانية، افتح صورة جديدة مثلا صورة زي دي. هاجي اعمل نفس القصة، ممكن اخد في واحطها على طول، اطلعها فوق خالص، افك الكليبنج نفس الفكرة. بدوس Alt واقف ما بين الصورتين وادوس دوسة كده اتفك اوريدي. كنترول تي، حول صورتك لسمارت اوبجكت. كنترول تي، هاجي اعمل لاير جديدة احطها تحتيها واعمل بينهم كليبنج نفس الفكرة. اروح على البراشز، خلونا نختار براش مختلفة وليكن مثلا دي. شوف شكلها، ممكن ابتدي ارسم. وليكن دلوقتي هنغير التكنيك بتاعنا وهنبتدي نرسم بالشكل ده. مثلا دي اكتر من شكل ممكن تعمله، كل البراشز ممكن تعمل بيها الاشكال ديت. في اخر الفيديو اتمنى تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة لو انت مش موجود، وسيبولي كومنت لو محتاجين اي حاجة نشرحها في الفيديوهات الجاية. شكرا ليكم جدا وهستناكم فيديو جديد.